أعربت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن سعادتها بحلقتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز واللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، وقالت إن ياسمين قريبة من قلوب الجماهير بطبيعتها. وفي تصريحات صحفية قالت إسعاد: الجمهور حب الحلقة عشان ياسمين إنسانة أصيلة وعلى طبيعتها، وهي صاحبتي جدا، والميكس بينا كان كويس جدا، وهي اللي كانت بتخلق ضحك كمان في الحلقة. ياسمين طلعت في برامج كتير وما كنتش متخيلة السيستم هيكون عامل ازاي، لكن انا ربنا مديني قدرة اني بعرف افك مفاتيح الضيف واخلي التوتر يقل. واتكلمت اسعاد كمان عن موسم افلام عيد الاضحى، وقالت ان في عدد كبير من الافلام المنافسة على شباك التذاكر وعيدية الجمهور، وكمان السينما بتعتبر من اهم وجهات الجمهور للتنزه في الاعياد. وقالت اسعاد يونس انها بتتوقع ان فيلم ولاد رزق 3 يكون هو الحصان الرابح للموسم السينمائي، على الرغم من وجود افلام تانية في الموسم الحالي ذات أهمية ونجوم محبوبين للجمهور. ولكن المؤشرات الأولية بتؤكد تصدر فيلم ولاد رزق 3، وخصوصا أنه تمكن من تصدر الإيرادات خلال 48 ساعة من طرحه وقبل انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2024 بشكل رسمي. إيه رأيك في كلام إسعاد عن فيلم ولاد رزق 3؟ تفتكر فعلا هيكون هو الحصان الرابح الموسم ده؟